السلام عليكم. كيف الأحوال؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم مرة أخرى على القناة ديالي، فيديو جديد ووصفة جديدة. كان المفروض هاد الوصفات ديال الملح نحطهم في البداية ديال رمضان، غير سمحوا لي ظروف وصافي. دابا عاد كتاب نشارك معكم هاد الرغيفات، الصراحة واعرين والله القسم، لو كان ما كانوش زوينين ما نشاركهمش معكم. أنا هادو وجدتهم البارح وعجبوا وليداتي بزاف، كان ولدي طلب لي الرغيفات معمرين وما كانش عندي الوقت، ودرت هادو. شحال هادي كنت كنديرهم بالورقة ديال الفيلو، يعني سنين، ودابا درتهم بهاد الورقه، جاو واعرين، جاو رغيفات نيت، يعني تحلفوا عليهم رغيفات. وبالحشوه سهله، والحشوه ممكن تلعبوا فيها كيف ما بغيتوا، ديروا اي حاجه متوفره عندكم، ماشي ضروري تلتزموا بهاد الحشوه اللي درت انا. هاد الحشوه هي اللي كتعجب وليداتي. كبدايه كناخذوا بصله متوسطه الحجم، مشلضه. انا هنا الفلفل كان عندي الحجم الكبير، درت نص فلفله صفراء ونص حمراء. ما كانتش صفراء ماشي مشكل، ركزوا غير على الحمراء، الحمراء كتجي زوينه بزاف في المملحات. عندي واحد زلافه صغيره ديال الشامبينيو طري مقطع حتى هو مربعات، يعني طروفه صغارين. وبالنسبه هنا عندي واحد 250 حتى ل 300 غرام ديال الصدر ديال الدجاج. ديروا الكميه اللي تناسبكم. وبالنسبه للعطريه، هنا عندي العطريه ديالنا ديال دائما هي البزار، الخرقوم، سكينجبير، التحميره والكمون. زدت واحد شويه ديال العطريه ديال الدجاج والاعشاب المنسمه، ديروا العطريه اللي كتعجبكم. وعندي واحد الزلافه الصغيره ديال الجبن المبشور اولا كيسو الرياضو. وعندي زويته بلديه بطبيعه الحال، القياس اللي غتشحر لي هاد الحشوه هذه. كيف ما قلت لكم، الحشوه ديروا اللي بغيتوا، ديروا الكفته، دخلوا الزيتون مقطع، دخلوا الشعريه الصينيه، كاين اللي كيديرها، انا كيعجبوني هكا الصراحه، وكيعجبوني حتى ديال الكفته بالانواع ديال الاجبان اخرين. هنا كبدايه كنشحروا البصله بطبيعه الحال، درت المقله سخن، زدت زيت الزيتون والبصله والملح. انا كتعجبني نديرها في البدايه باش كتساعد كطيح البصله دغيا. وكنبداو كنحركوا فيها، ومباشره تقريبا كنزيد الفلفله الوان. وكيف ما قلت لكم ماشي ضروري الصفراء والخضراء، ديروا اي لون عندكم، واخا غير وحده، ولكن الا كانت الحمراء احسن. الحمراء كتجي غزاله بزاف في الحشوه المالحين ديال البريوات اولا الرغايف ديال امبانادياس اولا لي سوشون، اي حشوه بغيتوها الا دخلتوا فيها الفلفله حمراء كتجي زوينه بزاف، خصوصا في البسيطلات ديال الحوت. من بعد ما طاحت شويه الفلفله والبصله، عاد كنزيد التشومبينيو. بغيتو تستغناو على التشومبينيو كتخليو غير الفلفله والبصله مع الدجاج، ممكن، ماشي ضروري، ولكن بالتشومبينيو كتجي عاود شي حاجه زوينه الصراحه، خصوصا التشومبينيو الطري، يعني انا المعلم ما عنديش معاه، بغيتو ديرو. هنا من بعد ما تشحرت ليا هاد الخضره هادي، ما نخليوهاش حتى تذوب مزيان، وفي نفس الوقت ما تبقاش قاصحه، يعني شاده في راسها اكثر من القياس، شويه تبقى كتبان. وكنزيد الصدر ديال الدجاج وكنبدا كنحرك شويه بشويه. انا هنا الصدر ديال الدجاج قطعته طريفات صغارين باش ما يبرزطنيش ملي نجي نعمر. وكنبدا كنحرك في ديك الدجاج مع الخضره حتى كيتشحر الدجاج مزيان، راه دغيا كيطيب الصدر ديال الدجاج. ونحاولوا ما امكن تكون عندنا العافيه مجهده باش ما تطلق ليناش بزاف ديال الماء. وكنزيد ديك القامه كامله اللي عندي تما في الزلافه مع الاعشاب المنسمه، حتى هي اختياريه، اولا ديروا الزعتر، الزعيطره، ماشي مشكل، انا درت اللي كيجيو مخلطين. وكنبدا كنحرك مزيان حتى كتخلط ديك الحشوه مع العطريه، وكتشحر واحد شويه بلا ما تحرق. وصافي كيف ما قلت لكم، ما تخليوش الحشوه تطلق لكم بزاف ديال الماء. هنا كنزيد الجبن، اي جبن، ايدام، الموتزاريلا، اي اولا اللي كيجيو كواترو كيسوس كيجيو مخلطين ديال البيتزا. وكنحرك هنا، صافي كنطفي على المقله، وكنبدا كنحرك في ديك الجبن ينسجم مزيان مع الحشوه. وكتكون الحشوه ديالنا واجده وسهله. الحشوه كتوجد دغيا، وحتى هاد الرغيفات دغيا كيوجدوا. هنا مقادير اخرين عندنا في الورقه، غنستعملوا هاد الورقه ديال سبرينغ رول، كتجي غزاله بزاف، كيجيو بهم الرغيفات والله الا تحلفوا عليهم الرغيفات ديال العجينه، بلا دليك، بلا تماره، بلا اي حاجه. هنا عندي جوج بيضات، عندي كاس صغير ديال الحليب، وكاس صغير ديال الزيت النباتيه.
الكاس هذا كياخد غير 90 مليلتر حتى ل 100 مليلتر، ماشي كاس العلبه اللي كيهز 120 اولا 150. كنحرك دوك جوج البيضات مع ديك الزيت والحليب، كنطرب مزيان حتى يتهرس داك البيض ويتخلط ويتنسجم مع الحليب والزيت، وكيكون عندي الخليط واجد. هنا هاد التقنيه، هذه التقنيه التركيه التواركه اللي كيديروا هاد الخطوه هذه، كيدهنوا بها الورقه. وكيف ما قلت لكم شحال هذه كنت كنديرهم بالورقه ديال الفيلو، ولكن الورقه ديال الفيلو كتعصب شويه وكتجي رقيقه بزاف ودغيا كتكسر. بهذه كيجيو المملحات غزالين بزاف على هذا الشكل هذا. هنا عندكم جوج الاختيارات، اما دهنوا كما درت انا كدهنوا ولكن بكميه مزيانه، او لا غادي نوري لكم طريقه اخرى اللي كيديروها هما، وحتى انا بعض المرات كنديرها. هي كتهزوا الورقه كامله وكتغطسوها في ديك الخليط. هنا من بعد ما دهنتها على جوج د الجوايه ضروري، وكندير كميه من الحشوه اللي كتناسبكم، وكنطوي بحال الا كنطوي المسمن، يعني كنطوي هاد الجهه والجهه الاخرى، ومن بعد كنجيب هاد النص كنديرو الفوق والاخر كنطويها من دي الجهه الاخرى، غير باش ما تجينيش واحد الجهه رقيقه بزاف كتبين الحشوه، وواحد الجهه يعني عليها الورقه غليظه بزاف. وكتكون عندي مقله مدهونه بزويته بلديه، غير قليل ماشي بزيف اولا زيت البيضه، غير واحد شويه ما تكتروش، غير دهنوها غير بالشتاء، وكتحطوهم فيها حتى كنكمل واحد 3 ولا 4، يعني داكشي اللي غيعمر لي المقله. وكندهن كيف ما قلت لكم الورقه على جوج، كندهنهم مزيان كيف ما كيبان لكم، وكندير الكميه ديال الحشوه من الوسط. هنا ممكن تزيدوا الجبن الطري اللي منسم بالاعشاب اولا العادي، ممكن ديروا الفرماج مثلث اولا مربع اللي بغيتو، ممكن تعوضوا الدجاج بالكفته. وكنطوي بحال الا كنطوي الرغيفات ساهلين ماهلين، وغادي تشوفوا النتيجه اولا شفتوها اصلا في الاول ديال الفيديو. وكنقلب كنرد ديك الجهه الاخرى على المسمنه، وكتجيو على هذا الشكل هذا. وكنحطهم عندي في المقله اللي كيكون باقا ما شعلت عليها حتى كنكمل واحد الكميه، يعني كتعمر لي المقله. هنا غادي نوري لكم الطريقه الاخرى. كتهزوا ديك الخليط وكتغطسوا فيه الورقه، وهاد الورقه اللي زوين فيها ما كتقطع ما والو. عاد انا الصراحه ما نكذبش عليكم، ما كانتش عندي الحشوه بارده مزيان، كانت شويه دافيه علين سخونه، وخا هكاك مع الصبوني ما تقطعت لي الورقه ما والو. كنحط واحد الكميه مهمه ديال الحشوه في الوسط، وكنبدا كنطوي بحال الا كنطوي الرغيفه، ساهلين ماهلين وكيوجدوا. وإلا تهاوهم ولادكم عليكم راه كتوجدوهم دغيا، واخا يبقى ساعه للمغرب كتوجدوا غير الحشوه كتعمروهم وكديروهم في المقله. غير ملي تحمروهم كتحمروهم اخر لحظه باش تحطوهم هكاك مقرمشين وزوينين. وإلا كنتو حمرتوهم قبل ساعه المغرب واحد 7 دقائق كتزيدوا كتحمروهم. هنا غادي نبدا يعني نحمرهم. شعلت عليهم العافيه كتكون متوسطه، وكيف ما قلت لكم المقله كتكون مدهونه غير بشويه ديال الزيت. انا استعملت زويته بلديه خفيفه، ممكن تستعملوا حتى الزيت الروميه عادي اولا واحد القطعه ديال الزبده ماشي مشكل. وكنبدا كنطيبهم انا بحال الا كنطيب رغيفات نيت ديال العجينه. كنبدا كندور بهم شويه بشويه، كندور فيهم بيديا شويه بشويه حتى كيتحمروا كياخذوا اللون اللي انا باغا. هنا انا قلتها لكم، يعني الا بغيتو حتى يقرب المغرب عاد تحمروهم وصافي. وملي غادي نقلبهم واخا لقيتهم باقا ما تحمروش، يعني كنقلب فيهم حتى كياخذوا اللون اللي انا باغا. وحاجه وحده، راه هنا راه ما كتبقاش ديك الورقه خضراء لداخل، يعني غتقولوا لا ما مقليينش في الزيت، الورقه ما مقلياش، راه ديك الطبقه ديال الورقه لداخل غتبقى خضراء، بالعكس كيجيو بحال الطوراق ديال الرغيفات نيت. كيف ما شفتوا حتى الشكل ديالهم كيبانوا رغيفات نيت. صراحه كيجيو لذاذين بزاف وساهلين، واخا في اخر لحظه توجدوهم، يعني تكون باقا واحد الساعه على المغرب، واخا الحشوه دافيه كتعمرهم كيف ما قلت لكم ما كيتقطعوا ما والو. هنا من بعد ما غنحيد انا هادو ديك المقله الا جات لنا شويه ناشفه راه كنشيدوها غير بالشيته، غير كنغطسوا الشيته ديال الكوزينه في الزيت
وكندوزو عليها اولا نص معلقه صغيره، وكنلوحو يعني وحدين اخرين باش نحمروهم. هنا الا وجدتوهم قبل، يعني الناس اللي كتبغي توجد قبل كتوجدوهم وكتحمروهم وكتحطوهم كتغطيوهم. ملي كيقرب المغرب ضروري تحمروهم عاوتاني، يعني دوزوهم في المقله سخونه باش تبقى باش نبقاو محافظين على ديك القرمشه ديالهم. وكيف ما قلت لكم الحشوه ممكن تبدلوا فيها كيف ما بغيتو، وإلا بغيتو تحتفظ الناس اللي خدامه هكا وباغا تحتفظ بهم في المجمد عفوا بلا ما تدهنوهم، يعني غير طويوهم هكاك بلا ديك الخلطه ديال الدهين. واحتفظوا بهم. وملي تبغيو طيبوهم كتوجدوا ديك الخلطه ديال البيض والزيت والحليب وكدهنوهم غير من برا، اولا كتغطسوهم كاملين ماشي مشكل، كيجيو زوينين حتى بديك الطريقه. وكيف ما قلت لكم هما اصلا كيوجدوا دغيا، يعني ديروهم في ساعتهم، سواء الناس اللي خدامه اولا الناس اللي جالسه في الدار. هنا انا درت 4 اخرين باش نحمرهم. كديروا القياس اللي كتهز لكم المقله، اولا ديروا حتى في ديك البلانشه ديال الضو كيجيو زوينين. هنا انا كنحمرهم كنقلب فيهم كل مره حتى كياخذوا ديك اللون اللي انا باغا. وكيف ما قلت لكم كيجيو مقرمشين زوينين بزاف. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو غزالين ما غاديش تشبعوا منهم. وغادي هنا غادي نسمعكم القرمشه. كنتمنى ان شاء الله تكون يعني كنت سمعتوا كيجيو غزالين والحشوه لذيذه بزاف. وكيف ما قلت لكم الحشوه ديروا اي حاجه بغيتوا، ممكن تدخلوا الشعريه الصينيه اولا الكفته اللي بغيتوا. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم وجربوها، وإلا جربتوها تصيفطوا لي التطبيقات ديالكم على الانستغرام، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. شكرا لكم المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله.